لما احب نفسي هيفرق معايا في ايه، على الارض، في الدنيا، في يومي، في شغلي، في علاقاتي. يعني ازاي في علاقاتي يبقى في فرق لما بقيت احب نفسي عن قبل ما احبها؟ ازاي يبان في خناقاتي، وازاي يبان في اختلافي مع الناس، او وقت المشاكل معايا. انا بشوف حب الذات بشكل دايما بدمجه بالحاجات العمليه. ما بعرفش اشوفه ان هو ان احنا نحب نفسنا بالشكل اللي هو فيه مشاعر، او فيه دلع، او فيه جزء روحاني، من غير ما عقلي طول الوقت بيحاول يربط ده باليوم بتاعي. يعني لو حبي لنفسي، لما احب نفسي هيفرق معايا في ايه، على الارض، في الدنيا، في يومي، في شغلي، في علاقاتي. وادمج الاتنين ببعض، فيبقى بالنسبه لي فكره حب الذات هي مش فكره بتوع الوعي بالذات هم اللي بيتكلموا فيها، او الناس اللي هي جزء روحاني عندهم مش عارفه ايه بيتكلموا فيها. لا، انا بحب اخد ده اوكي، بس ننزل بيه بقى على الارض. فتقولي لي في الاخر يفرق ازاي في يومي حبي لنفسي ده، او يفرق او يعمل تغيير ايه يعني في كلامي مع الناس، او في المواقف اللي انا باخدها في حياتي، او في علاقتي بجسمي، او في علاقتي بنفسي، او باهدافي، او بشغل البيت، او بشغلي في الكارير بتاعي. فانا دايما بحب فكره انه، او بشوف انه اي حاجه روحانيه او نفسيه او شعوريه، في كده جزء عندي بيربطها بالارض، بيربطها بانه التاثير ده على يومي انا ازاي استخدمها علشان تعملي فرق من اول ما اقوم من النوم لغايه ما ارجع سريري تاني. ما تبقاش بس هي مشاعر حلوه بس، ما باجي اتحرك في حياتي ما بلاقيش التاثير ده. بلاقي ان انا حاسه ان انا بحب نفسي، انزل اشتغل الاقي في نار بتطلع. طيب انا حاسه اني بحب نفسي، بس انزل مثلا اعمل حاجه بحبها، لا مش عارفه اعمل. انا بحب نفسي بس يومي ماشي بشكل تاني خالص. انا بحب نفسي بس علاقاتي ماشي بشكل تاني خالص. لا، انا بحس انه تعالوا نجيب الاتنين لبعض، وحته حته في حياتنا نشوف ازاي نميكس الاتنين، ازاي ده يبان هنا. يعني ازاي في علاقاتي يبقى في فرق لما بقيت احب نفسي عن قبل ما احبها. ازاي في شغلي يبقى في فرق لما بدات احب نفسي عن قبل ما احبها. ازاي يبان علاقتي وتحسن علاقتي بنفسي ده، ازاي يبان وانا بشتغل، وازاي يبان وانا قاعده ساكته بعملش حاجه، وازاي يبان وانا برتاح، وازاي يبان وانا بستمتع، وازاي يبان وانا بمارس هوايات، وازاي يبان وانا في علاقاتي وبتكلم مع الناس واتواصل معاهم، وازاي يبان في خناقاتي، وازاي يبان في اختلافي مع الناس، او وقت المشاكل معاهم، او وقت ان احنا مش عارفين نتكلم مع بعض كويس. النهارده هقول لك على نقطه مهمه قوي. هي واحده من اكتر الحاجات اللي بالنسبه لي بتوصل لي مسج. وخليني اقول لكم حاجه على موضوع توصل لي مسج دي. دايما بنشوف ان حب الذات مثلا، او بعضنا بيشوف ان حب الذات هو انه شعور او حاله، وهي بتيجي من جوه انك تحب نفسك، فتبقى تلاقي نفسك بتعمل تغيير بره. انا بشوف ان الاتنين مع بعض. يعني انا بحب نفسي اوكي، او عندي الشعور ده ناحيتي، فبيبان على حاجه بره، صح، بيعمل تغيير. وفي نفس الوقت اقدر اجيبه او اسبورته من بره. بعض الناس بتشوف انه لا، هي ما بتجيش من جوه، بس انا بشوف انه بيساعدوا بعض. يعني مثلا دلوقتي انا لو بحب، انا كل حاجه بعملها في يومي بتوصل لي مسج، بتوصل لي رساله. فايه الرساله اللي انا هوصلها لنفسي النهارده من خلال اللي انا هعمله؟ انا كل حاجه بعملها في يومي بتوصل لي مسج، بتوصل لي رساله. فايه الرساله اللي انا هوصلها لنفسي النهارده من خلال اللي انا هعمله؟ بصوا كده معايا على المشهد وهتفهموا قصدي ايه، وازاي ساعات بنجيب حبنا لنفسنا ده بنجيبه من بره لجوه، بخطوات بنعملها من بره وبعدين تبان جوه، مش بس من جوه لبره. مش يبقى عندي مشاعر ناحيه نفسي وبعدين بره تعمل اختلاف في تاثير في علاقاتي او في حركتي في اليوم. لا، الاثنين مع بعض، يعني من جوه لبره ومن بره لجوه. طيب خليني اكلمكم النهارده على من بره لجوه دي، لان هي شويه اللي مختلفه، او مش دي اللي دارج ان احنا بنحب نفسنا بالطريقه دي. شبوق ميه وبعدين اقول لكم. طيب نبدا. اول حاجه انه تخيلوا معايا كده، احنا قلنا ايه؟ كل حاجه بعملها بتوصل رساله لنفسي. طيب لو انا النهارده صحيت من النوم وفي وسط اليوم كده لقيت نفسي انا حاسه اني محتاجه ارتاح، فقلت لنفسي ايه؟ لا ما ينفعش، احنا لازم نعمل كذا. طب دقيقه، لا، طب ممكن نعمل جزء من اللي اتفقنا عليه في اهدافنا النهارده ونأجل جزء دلوقتي وشويه، لا. طب انا في وسط اليوم حسيت ان انا محتاجه اتكلم، لا مش وقته.
طب انا في وسط اليوم حسيت ان انا محتاجه اكل اكله معينه، خطه اليوم ما بتقولش كده. طب الاسبوع لا، هي يوم الفلاني ما ينفعش دلوقتي. طب انا حسيت ان انا لما باجي مثلا اشتغل على نفسي بحب ان انا اعمل ده في مكان هادي. اما بحب مثلا ان انا ما اجي اكتب في مكان ما فيهوش دوشه، اكتب في مساحه فيها هدوء، وانا متعوده ان انا اعمل ده وسط الناس عادي. فلاقي نفسي انه لا، ما ينفعش نكتب في هدوء النهارده. طيب انا محتاجه ان انا دلوقتي حاسه ان انا لما باجي اكل بحب اكل في طبق لونه ساده كده، مش مشجر ولا حاجه، ده بيخليني مرتاحه اكتر لشكل الطبق. بس يا هبه بقى ايه الحاجات المحفلطه اللي بتتكلمي فيها دي؟ ما تاكلي خلاص، مش مهم تاكلي يا ستي، احنا عاملين اكل صحي اهو كمان يعني، ما تحمليش بقى الدنيا فوق طاقتها اي حاجه، مش الطبق كويس والطبق اشتكى. اي بس انا كان نفسي فيه يكون مفيش وقت، مفيش مكان، مش دلوقتي، بكره، السنه الجايه، لما كانت تحصل. شايفين اللي انا بقوله ده؟ لو انت في علاقه مع حد كل ما تيجي تعملي حاجه يقول لك نفس اللي بيحصل ده كده، يقول لك لا اصل استني، اصل مش دلوقتي، اصل مش مهم، اصل ليه يعني، طب بلاش افوره، طب ما تحبكيهاش، طب ما تمشي نفسك بده، هو ايه المشكله يعني؟ انت هتحسي مع الوقت ان الشخص ده بيوصل لك رساله كل يوم بتصرفاته دي بتقول ايه. الشعور اللي هو هيبقى بيقول لك، اللي هيبقى بيوصلك، والرساله اللي هتستلميها كل يوم لما يعمل كده، غالبا هتبقى الرساله دي انت ما تحبيش ان انت تستلميها. لان الشخص في اللقطه دي هو مش بيديكي مساحه، مش بيقولك انت عايزه ايه، مش بيقولك انت نفسك في ايه، مش بيقولك اللي يريحك، مش بيقولك ايه ده مشاعرك مهمه عندي. عشان كده لما احتجتي ترتاحي انا عدت ترتيب الجدول بتاع يومي علشان احط لك وقت راحه فيه. مش بيقولك ايه ده انت طلعتي محتاجه تشربي ميه، طب ماشي استني، لا نوقفوا يا جماعه، عطشانه الست لازم نجيب لها ميه. مش بيقولك انه ان انت بتحبي تاكلي الطبق الساده، مش بيقولك ان دي حاجه مهمه، لا بيقولك ان دي حاجه تافهه. فتخيلي لو شخص انت كل حاجه تيجي تعمليها في تفاصيلك انت بقى الشخصيه، الوان اللي بتحبيها، ستايل اللبس بتاعك، الاكل اللي بتحبي تاكليه، التوقيت اللي بتحبي تاكلي فيه، الوقت اللي بتحبي تاخدي راحتك فيه، الوقت اللي بتحبي تتكلمي مع الناس فيه، شكل اليوم بتاعك، شكل الاجازه بتاعتك، فلوسك بتصرفيها فين، توافقي على ايه وما توافقيش على ايه اللي بيريحك في العلاقات وايه اللي مش بيريحك في العلاقات. طب ايه اللي بيريحك مع نفسك وايه اللي مش بيريحك مع نفسك؟ لو كل الحاجات دي اللي يريحك فيها، في حد قاعد جنب منك بيقول لك مش لازم، ما مش وقته، ما مش مهم، بصي ماشي نبقى نشوف الموضوع ده. بس هو مش عايز يهتم بالحاجات دي، مش عايز يقدر الحاجات دي، مش عاوز يديها مساحه، مش عايز يقول لك تحت امرك اللي انت تحبيه. تخيلي في المقابل لو حد بيقول لك كده، حد بيقول لك اللي انت عايزاه انا معاكي فيه، عايزه راحه يلا، ممكن نحتاج بس ندير الدنيا شويه علشان نشوف ده هيحصل ازاي في وسط اليوم، بس انا حاطه في دماغي ما تقلقيش هشوف لك وقت للراحه. ممكن حد تاني يقول لك انت عايزه تاكلي، طيب انا هشوف ده ممكن يحصل ازاي دلوقتي، لان احنا كنا عاملين حسابنا على خطه تانية، بس حاضر هشوف لك حاجه وهجيب لك اكل تاكلي. بتحبي ايه في الاكل؟ تعالي نسال هبه هي بتحب ايه في الاكل، تعالوا نسال نهى هي بتحب ايه في الاكل، تعالوا نسال منال هي بتحب ايه في الاكل، تعالوا نشوف ايمان هي محتاجه تاكل دلوقتي اصلا ولا لا، طب هي محتاجه ترتاح ولا لا، تعالوا نشوف هي تحب تقضي يومها ازاي. تخيلي الفرق بين العلاقتين، بين حد بيقولك التفاصيل بتاعتك اللي انت تحبيها قولي لي عليها وانا هحاول ادخلها في اليوم بتاعنا، وحد تاني لما بتقولي له عليها بيقولك لا ملاش وقت، ملاش مكان. هو ده بالظبط، وهي دي النقطه اللي انا عايزه اكلمكم فيها. احيانا بيكون اللي انت بتعمليه كل يوم بيوصل رساله لنفسك، بيقول لها حاجه، والحاجه دي بتبقى فيها شعور. الشعور ده لو انت اخترتي يبقى حب، او لو انت اخترتي يبقى دعم، او لو انت اخترتي يبقى لطف مع نفسك، او رحمه بيها، او احساس بيها، او تعاطف معاها، او تقدير ليها، او تقدير لاحساسها، او مراعاه ليها، او اخترتي انه لا مش وقته، لا مش دلوقتي، لا مش ضروري، لا مش لازم. كل حاجه بتتعاملي فيها مع نفسك في اليوم بتقولي بيها لنفسك حاجه من دول: انا بحبك، انت متقدره، انا شايفاكي، انت غاليه عندي، فاللي يريحك انا هخلي بالي منه. مش شرط اعمله في اللحظه، مش شرط اكون مثلا مش عايزه انزل علشان انا مكسله واقول لنفسي يلا نقعد عشان انت مكسله اصل هي قالت لي ان هي عايزه ترتاح. لا، في فرق بين ان انا اكون انا مكسله وبين ان انا مثلا النهارده مش قادره انزل.
بين ان انا اكون اوامري تتنفذ حالا فما عنديش صبر وما عنديش واي خطه تدوس مش مشكله، المهم اللي انا عايزاه يحصل دلوقتي، وبين انه انا محترمه اللي انا اكتشفت ان انا عايزاه وفارق معايا وهحطه في خطه يومي او اسبوعي او الشهر بتاعي او حتى السنه بتاعتي، بس انا حطاه ومحترماه، انا ما نكرتوش وما قللتش منه وما شككتش فيه. هي دي الرساله اللي بتوصليها لنفسك كل يوم مع كل حاجه بتقولي لنفسك عليها انا سامعاكي وعارفه ان التفاصيل دي بتفرق معاكي، هعملها، بس هنحتاج نشوف ايه الوقت المناسب اللي نقدر نعملها فيه. قد يكون دلوقتي، قد يكون كمان ساعه، قد يكون اخر اليوم، قد يكون في وسط الاسبوع، ايا كان. فاحنا لما بنقول بحب نفسي ما بتبقاش شعور خارجي بس او شعور داخلي بس، سوري، انه انا بحب نفسي وحاسس ان انا بحبها. اوكي بتحبها، بس لما بتنزل على الارض بقى وتتعامل كل ما تلاقي نفسك بتقول لك انا بحب حاجه ونفسي في الحاجه دي ومرتاحه للحاجه دي وعايزه اعملها بالطريقه دي، بتقول لها ايه؟ بتفردها وتقول لها ايوه قولي نفسك في ايه، احلمي باللي نفسك فيه وانا معاكي؟ ولا بتقول لها طلباتك كتير وكل شويه بحاجه ما يعجبكيش اي حاجه؟ ايه الصوت والاحساس اللي بتوصليه لنفسك لما بتسمعي ان هي؟ بصي بصراحه هقول لكم حاجه، هقول لكم مثال في تفاصيل بسيطه جدا. في وقت انا جه عليا انا بحب الميكس، ما بحبش الحاجه اللي كلها شبه بعضها. يعني مثلا لو هلبس طقم انا بحب اشوف مثلا نفسي لبست في اوقات كان عندي بنطلون كلاسيك وقماش وعندي جاكيت كاجوال، وانا بحب ميكس الاتنين ببعض، بحب البس الكاجوال في الكلاسيك. وقتها انا كنت شايفه او متعوده انه الناس يا بتلبس كلاسيك يا بتلبس كاجوال، ما بيلبسوش الاتنين في بعض، ده اسمه عك. بس انا وقتها كنت لا، انا ماشيه مع الاحساس بتاعي ومع اللي انا عايزاه، حتى لو هو مش ده اللي المفروض بيتلبس، مش ده الصح في اللبس. يعني لو في بلوجر عدت جنبي هتقول لي ايه يعني، احيانا بتبقى اختي نفسها بتقول لي هو ده ما بتلبسي على ده، وانا عارفه انه الصح والغلط والالوان والتناسق لا، بس في تناسق تاني جوايا عاجبه، في تناسق تاني بيقول لي انا مرتاحه كده دلوقتي. قد يكون ده ليه معنى عندي، قد يكون انا ليا ستايل مختلف، قد يكون اي حاجه. فبدات فعلا البس البنطلون الكلاسيك على الجاكيت الكاجوال. بعدين اكتشفت انه اصلا ما ده عادي، ما في ناس بتلبسه بس انا ما كنتش بشوفه، فكنت فاكره انه يا بيلبسوا كده يا بيلبسوا كده. في الاول ممكن تقولي ايه، مفيش حاجه اسمها كده، يا تلبسي كاجوال يا هبه يا تلبسي كلاسيك، انما ايه سيمي كاجوال اللي انت فيه ده. بعدين اكتشفت ان هو بقى في حاجه اسمها كده وان هو تمام عادي وشغال. بس انا بحس انه بيليق بيا جدا احساس الكاجوال في الكلاسيك، لا كلاسيك كله ولا كاجوال كله. فتفاصيل بقى زي دي كتير. مثلا تقول لك ايه، محدش بياكل، انا مثلا بحب ميكس الاكل ببعض، انا فكره الميكس دي عندي مهمه، يعني من النقاط اللي ظاهره قوي في شخصيتي. حتى في الاكل انا بحب ميكس الاكل ببعض، يعني لما اجي اكل احب الاقي مثلا جبت لقمه وحطيت فوقيها مثلا حته سمكه وفوقيها حته طحينه وفوقيها حته مش عارفه مخلل خيار مثلا الكومبو ده ممكن حد يقول ما حدش بياكل كده، انا بحب اكل ميكس كده. ففي حد بيقول لي انت كده مش بتتذوقي طعم كل حاجه لوحدها، قلت له لا انا بتذوق كل حاجه لوحدها بس جوه انتوا بتتذوقوها بره. انا بعرف انط طعم كل حاجه لوحدها واديله وقته بس هو جوه بقي تمام، انا مرتاحه كده. ففي حد يجي لك لا ما ناكلش كده، ما تاكلش. اللي مش بياكل كده يا جماعه ومش شايف ان ده غلط ما يعملوش. انا بتكلم الشخص اللي هو في حته كده، يعني لو تسيبوه لوحده هو نفسه يعملها، لو تسيبوه في حاله هو نفسه ياكل بالطريقه دي، لو تسيبوه كده مع نفسه هو نفسه ياخد اجازه يوم الاربعاء. اشمعنى هو انا بحب كان نفسي طول عمري اخد اجازه يوم الاربعاء وشغلي وحياتي ودنيتي تسمح لي بكده، ما اخدوش الاربعاء ليه؟ ما البسش كاجوال على كلاسيك ليه؟ ما اكلش الاكل بالطريقه دي ليه؟ عشان مش ده الصح، مش ده المفروض. فالنهارده لو هقول لكم حاجه، اشرب بقى ميه وبعدين اقول. وانا اكلت ايه معطشني قوي كده؟ ماشي. لو هقول لكم حاجه على حسب عنوان الفيديو اللي انا نسيته ومش فاكراه، استنى. ازاي تظهري حبك لنفسك في اختياراتك اليوميه، انا نسيت اصلا كنت العنوان ايه. اوكي، تظهري حبك لنفسك في ان انت لما تبقي سامعه ان هي في تفاصيل معينه بتفرق معاها، ارجوكي احترميها، ارجوكي وقفي الكلام واشربي الميه طالما انت حاسه انك عايزه تشربي وبورقك ناشف، وبعدين ارجعي كملي اللايف او كملي الفيديو او كملي الكلام مع الناس اللي معاكي. لما تبقي حاسه انك محتاجه تفردي ظهرك وانت بتتكلمي ما تقوليش ما ينفعش اصل المفروض كذا.
لما تبقي حاسه انك محتاجه تربعي في مكان وانت بتقولي وانت شايفه انه ما ينفعش نربع. مش بقول ان احنا نبقى ماشيين ما نراعيش، اوقات بنحتاج نراعي البروتوكول بتاع المكان او الاتيكيت بتاع المكان اوقات، بس في مساحه انت مش مجبره تعملي فيها ده، في مساحه بتاعتك انت، بس انت اللي حاكمه، انت اللي فرضه على نفسك انها تفضل تتعامل بالطريقه دي وكانها ملزمه تبين او تتعامل بالشكل ده. في مساحه هقول لك اوكي، في اتيكيت وفي ذوقيات وفي اماكن تكوني موجوده فيها، وفي حاجات بنتعامل بيها بشكل معين في اماكن بنكون فيها، بس انت مش طول الوقت تبقي كده، انت اللي بقيتي الشخصيه دي طول الوقت، فبقيتي بتتعاملي وكأن المفروض اعمل والمفروض ما اعملش في مكان ما فيهوش مفروض اصلا. فانا النهارده قاعده في كافيه وعايزه اربع رجلي، ما ينفعش عشان البنت المفروض ما تربعش رجلها. ده مكتوب فين ده يعني؟ طيب في حد هيشوف ان لا ايوه فعلا المفروض ما تربعش رجلها، اوكي، اللي شايف ان هو ما تربعش رجلها يعمله، واللي شايف ان هو محتاج جسمه دلوقتي محتاج يربع، انا عايزه اربع رجلي، تمام. فاللي هقوله لك النهارده قبل ما اقفل اللايف، كل التفاصيل اللي انت بتبقي سامعه على مدار اليوم نفسك وهي بتقول انا عايزاها كده مش كده، ارجوك احترميها. دي بتوصل رساله لنفسك، انا بحبك وشايفاكي ومقدراكي، انا بحترم تفاصيلك، انا بقدر مشاعرك، انا بحترم احتياجاتك، انا فارق معايا اللي انت تبقي عايزاه، مش عايزه امشيكي على المفروض هم او غيرك يكون عايزه او الصح او المفروض. انا عايزه اوصل رساله لنفسي الاسبوع ده انه التفاصيل اللي تعني لك شيء انا هحبك من خلالها، هقول لك اني بحبك وهوصل لك الرساله من بره لجوه. زي ما كنت بقول لكم في الاول، في حاجات بنعملها يبقى احنا عندنا الشعور وبعدين بيبان في سلوكنا بره، وساعات احنا بنعمل سلوكيات بره هي اللي بتوصل لنا وبتعبر لنا عن الشعور ده، بنبدا بيها نفسك بيها بتبدا تحس ايه ده، دي بتحبني، دي بتخلي بالها مني، ايه ده، دي بيفرق معاها راحتي، ايه ده، دي لما بكون عايزه حاجه بتهتمي بيها، ايه ده، يعني هي مش بس مستنيه شريك حياتها لما يهتم بالحاجات اللي هي بتحبها ويقدرها، لا هي مش بس مستنيه اصحابها لما يعملوا اللي هي نفسها فيه، هي بتعمل ده لنفسها، هي بتعرف تقول لنفسها حاضر انا سامعاكي، حاطه في بالي، هعمله. ممكن يكون زي ما قلت لكم في فرق في التوقيت في التنفيذ، اوكي، بس انا سامعه الرساله ومش بكنسلها ومش بقلل منها ومش بشكك فيها، خصوصا طالما ان ده متاح في جزء في حياتنا متاح انك تلعبي فيه براحتك، بس احنا اللي اتعودنا ان احنا لازم نبقى طول الوقت بالشكل ده. فاخر حاجه هقولها لك انه بكره او النهارده قبل ما تنامي تفتكري ايه التفصيله اللي بالنسبه لك نفسك بتبقى عايزه تعملها، بس انت النهارده بتقولي لها لا 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 عشان كذا مش هينفع، مش دلوقتي، ما ينفعش، مش لينا، مش احنا، مش شبهنا، مش بتاعتنا، غلط، هيقولوا، شكلنا، عمرنا، سننا، ايا كان بقى. بصراحه انا نفسي البس الالوان الفلانيه بس ما بقدرش البسها، بحس انه ما ينفعش. بصراحه انا نفسي اخد اجازه اليوم الفلاني في الاسبوع مش اليوم ده. بصراحه انا نفسي لما اجي اتكلم مع حد العلاقات اللي ادخل فيها يكون فيها مكان لمشاعري، بس انا كنت دايما بحس انه ده محدش هيقبله فما كنتش بعمله. بصراحه انا نفسي اصور فيديو واقول فيه حاجه انا اعرفها او ممكن تفيد حد غيري، او يبقى عندي بحس ان عندي تجارب وعايز انقلها للناس اللي حواليا بس مش بعمل ده. بصراحه انا بحب الاكل الفلاني وعايزه ادخله ويبقى يوم في الاسبوع فيه الاكله الفلانيه بحبها، او المطعم الفلاني بروح، او المشوار الفلاني، او القعده الفلانيه. بصراحه انا ببقى عايزه اقابل صحابي بس انا بتكسف اقول لصاحبتي ان انا عايزه اشوفها، بحس ان هي مش فاضيه ومشغوله، بس ده الصوت الحقيقي بتاعي، حتى لو لسه مش جاهزه تنفذيه بس خليكي عارفه الصوت بتاعك بيقول ايه. بصراحه انا بحبها كده، بصراحه انا عايزاها كده. ما تسمعي منها الحاجه، اسمعي منها الحاجه، ما تسمعيها بتقول حاجه اسمعي منها بتقول ايه، وما توصل لها رساله انه قولي اللي عندك، انا هسمعك وهناخد وقتنا لغايه ما نعرف ننفذه، اوكي انا معاكي في ده، بس اللي انتي بتقوليه ما بيترميش مش هيقع مني، وتبقى هي دي الرساله اللي انا بقول لها فيها انا بحبك واخده بالي منك. عشان الحب مش بس مشاعر ان انا بحب نفسي، لا، بحبك واخده بالي منك، بحبك وبهتم بيكي، بحبك وبراعيكي، بحبك وبطلعك خطوه لقدام، بحبك وبحل اللي وجعك، بحبك وبحل مشاكلك، بحبك وبخليكي تتطوري، بحبك واللي فارق معاكي انا بستثمر فيه وقت ومجهود وفلوس عشان خاطر تبقى انتي عليه، بحبك وبساعدك نوصل لاحلامنا، بحبك وبقدر التفاصيل بتاعتك، مش بحبك بس، بحبك
اوقات بحتاج اوصل الرساله دي من لجوايا، من افعال من بره. بحبك وهخلي بالي من صحتك، بحبك وهخلي بالي من اللبس اللي بيريحك او اللي انت بتبقي حاسه انك محتاجه تلبسيه بس مش بتعملي كده. بحبك وهخليكي تنامي بدري مثلا. بحبك وهخليكي تعملي حاجات بتحبيها، وهخليكي تشتري حاجات كان نفسك فيها حتى لو كانت اطفال وعدى عليها وقتها، انا هرجع لك المساحه دي. فبحبك وايه؟ هي دي الرساله اللي انت هتجاوبي عليها الاسبوع ده مع نفسك. بحبك وايه؟ بحبك وايه؟ وانت تديها مساحه. النهارده لو هقول لك ازاي تظهري حبك لنفسك في اختياراتك اليوميه، انك تخلي اختياراتك بتعبر عنك وعن اللي انت عايزاه صدقا، بس كنتي بتكنسليه او بتقولي مش وقته لاي سبب. تحبي نفسك من خلال الاختيارات اليوميه اللي انت بتختاريها وبتقولي لنفسك فيها انا بحبك وايه، وهعمل لك وهكون وهنعمل وهنروح وهنيجي وهنشتغل عشان بحبك، مش شعور بس. اشوفكم على خير، اتمنى يكون اللايف فرق معاكم. لو حد عنده سؤال يقول لي، بس انا حاسه انه انتوا تمام، مش عارفه، انا عندي الاحساس ده. ما طبعا حلو قوي. طيب اشوفكم على خير، اتمنى تكون الرساله وصلتكم ولمست قلبكم، علشان حقيقي هتفرق معاكم في احساسكم بنفسكم، وهتخليكم عارفين زي جراوندد، يعني انتوا متجذرين شويه في فكره ان انا بحب نفسي، وحاله المشاعر اللي بنكون فيها لا هي كمان منعكسه على يومي واختياراتي وشكل اليوم بتاعي وشكل اختياراتي دي. اشوفكم على خير ويا رب تكونوا دايما بخير. باي باي.